بعد الموت والدفن فيه. والله جل جلاله قد جعل الشواهد الكثيرة على البعث. خروج النبات في الأرض، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. طول الأظافر وقطعها، هذا القطع للأظافر موت، وهذا الموت سار يدل على الموت بعد الحياة والحياة بعد الموت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. البيضة ميتة خرج منها طير حي. المني ماء ميت خرجت منه أنت وخرجت منه أنا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. البعث حقيقة لا بد منها، فلو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومئذ عن كل شيء. أول من يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وصاحبيه أبو بكر وعمر، ومن دفن في بقيع الغرقد من المؤمنين، ومن دفن في مقبرة شهداء أحد. فأهل المدينة أول الناس بعثا يوم القيامة، وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. ثم يبعث أهل مكة، من مات في مكة ودفن بها، ثم أهل المسجد الأقصى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمن استطاع أن يموت بالمدينة فخير بقاع يموت فيها المؤمن، أو بمكة أو بالمسجد الأقصى. وهذه أماكن ذكر الله إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك البعث، يأتي الناس، يصدر الناس أشتاتا من أنحاء الأرض، ويأمر الله الأرض أن تمتد. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وقالت: يا رب، هذا البشر الذي دفن فيه قد خرج إليك بأمرك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فيقبضها الله جل جلاله بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وتبدل الأرض أرضا أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض. ويأتي الموقف الرابع وهو الحشر بعد البعث. فيحشر الناس، يحشرون إلى أرض بيضاء تسمى الساهرة، لم يعصى الله عز وجل عليها قط، فإذا هم بالساهرة. والساهرة سميت ساهرة لأنه لا نوم فيها، سهر. وسميت ساهرة لأن الوقت كله ليل لا نهار. السهر هو الصحو وقت الليل، فليس في يوم القيامة نائم قط. وكل الناس على هذه الأرض التي يطلق عليها الساهرة ليس فيهم أحد جالس ولا أحد نائم، كلهم قائمون. لذلك سمي اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا يسمى الحشر، وهو الرابع. ثم بعد هذا الحشر تأتي الشفاعة، فيسأل الناس: آدم اشفع لنا لفصل القضاء، فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نوح يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسى. موسى يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى. وعيسى يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتتجه جموع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: يا محمد اشفع لنا لفصل القضاء. فيقول: أنا لها، أنا لها، أنا صاحبها. كيف لا يقول ذلك وقد قال الله جل جلاله له في القرآن: ومن الليل
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة يوم القيامة. فكما كان يسجد في الدنيا في كل ليلة كان يسجد حتى يقال نسي أن يقوم من طول سجوده، كلا لا تطعه واسجد واقترب، فسجد في الدنيا واقترب حتى كان قاب قوسين أو أدنى، اقترب من الله حتى كلمه الله، واقترب من الله حتى شفعه الله، واقترب من الله حتى اصطفاه الله، فهو خير خلق الله أبدا صلى الله عليه وسلم. يخر ساجد تحت العرش، ولم يؤذن لأحد أن يسجد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن لأحد أن يتكلم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح علي ربي أبواب المحامد، فأحمد ربي حمدا لم يحمده أحد قبله ولن يحمده أحد بعده. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا علي صهري، ولكن أسألك أمتي. فيقول الله له يا محمد أدخل 70,000 من أمتك الجنة بلا حساب ولا عقاب. هذا أول الشفاعة. أولئك الذين يذهبون بشفاعتي إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منهم من غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فينطلقون إلى الجنة أصحاب الصفوف الأول السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم بعد ذلك تفتح أبواب الشفاعات فيشفع الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كل على حسبه. ثم بعد هذه الشفاعات يبدأ الحساب، وأول الحساب الكتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. سواء كان يقرأ ولا يقرأ سيقرأ يوم القيامة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك. فيقرأ كتابه، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيقرأه فيتهلل وجهه ويسفر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يقول هاهم اقرأوا كتابية، أي تعالوا اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وأما الآخر الكافر فيقرأ كتابه فيسود وجهه وهو يقرأ الكتاب، ويبكي وهو يقرأ الكتاب، ويقول يا ليتني لموت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فبينما هو يقول يا ليت يا ليت، يقول الله للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك.